هتتغدى يا سويسي يابا؟ انا جايب رغيف عيش وهعمل سندوتشين اتنين، اقسم بالله ما اخليهم يكلفوا جنيه ونص. الدنيا يابا صعبه، وعمك نو نو بطني ما بتتعبني من اكله بجد، عشان تعبت من الكباب. ف فبقيت بجيب اكل من الدار. هحط حته جبنه رومي على 4 حتت لانشون. تقوم جايب علبه التونه. يا مشات هتنزل ليه بصبعك؟ بس تعالي نخليك النص التاني. واقوم عامل لي سندوتشين اتنين. انت لو حسبتها بالنسبه وبالتناسب مش هتلاقيهم مكلفينك 4 جنيه. هتقوم جايب لك كوز لانشون كبير من ده بجنيه، وتقوم جايب لك البتاعه دي ب2 جنيه ونص. هتاخد منها 3 4 حتت، مش هتاخدها بحالها طبعا. وعلبه جبنه ب60 قرش ورغيف عيش. هتلاقي نفسك كلت ب3 جنيه ونص 4 جنيه، اكله صحيه. احسنها عمك نونو بطني ما بتعبني منه، عشان اروح اجيب لي بيتزايه ب7 8 جنيه ومش هتشبعني، ومفيش جنب بيتزايه كده احسن. وعشان تروح تاكل طبق مكرونه تدفع لك 15 يورو كده احسن. اصل البطنه ما بتشكرش يا صاحبي. نحط اللانشون على التون، واللي يقول لي لانشون على التونه غلط والحاجات دي يا عم، هي عك عك ربك هو اللي بيفوق. فاهم ازاي؟ الحمد لله.